أجدادنا كمان زي ما كانوا بيصوموا عرفانا بفضل أزير وإحياء لذكراه، كانوا بيصوموا حدادا على المتوفي أو المتنيح يعني اللي ارتاح من تعب الحياة الدنيا واتنقل للحياة الآخرة. فكانوا بيصوموا برضو عن الأكل والشرب ومتع الحياة وملذاتها، كنوع من التضامن مع المتوفي ده اللي بيتنقل للحياة الأخرى. فكان صيامهم بيبدأ من يوم الوفاة لحد انتهاء طقس فتح الفم، وهو ضمن طقوس التحنيط. ويتسلموا المتوفي وبيروحوا يدفنوه. وفي المدافن بيكونوا الأصدقاء والأحباء والأقارب جايين علشان يعزوا أهل المتوفي، ومعاهم أطعمة ومشروبات كتير. وده كان إعلان عن انتهاء فترة الحداد. وخلاص بقى، يعني زي ما احنا بنقول البكا على رأس الميت. أنا نسيت أقول لكم إن خلال الفترة بتاعة الصيام تضامنا مع المتوفي بتستمر لحد 40 يوم برضو. وده على حسب، يا إما أقل يا إما أكتر، ده على حسب فترة التحنيط اللي بتختلف من شخص لآخر. إن هم بعد ما بياكلوا وبيشربوا بعد قفل المقبرة يكسروا الأواني الفخارية اللي أكلوا وشربوا فيها ديت، علشان روح الميت ما تتعقبش الأحياء، وممكن يمسهم بعض الأذى. وده اللي جه منه المثل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، اللي هو بنكسر وراءه